حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طلاب الصف الثاني الثانوي، الشعب العلميه والشعب الادبيه. هنبدا مع بعض النهارده اول حصه في المراجعه، وان شاء الله باذن الله هعمل لكم 8 ورقات فيهم ملخص كل القوانين. 8 ورقات كبار شويه ولكن فيهم ملخص كل قوانين كل المنهج كله. هنبدا مع بعض النهارده بالوحده الاولى جبر. بالوحده الاولى جبر اول 6 دروس ملخص قوانين وتريكات الامتحانات متلخصين في ورقتين. الوحده الاولى جبر ورقتين، الوحده الثانيه جبر عباره عن ورقتين، التفاضل برضه عباره عن ورقتين، حساب المثلثات عباره عن ورقتين. كل حاجه موجوده عندنا هتبقى بفيديو. يعني الفيديو الاولاني النهارده هنشرح فيه او هنقدر نتكلم مع بعض او هندردش مع بعض في قوانين الوحده الاولى كلها وهنحل عليها مسائل، وطبعا هكذا بقى في كل فيديو. يبقى الفيديو ده عشان الناس اللي بتسمع خاص بقوانين الوحده الاولى، اهم القوانين واهم تريكات المنهج كلها. هنبدا مع بعض باول قوانين في المنهج او اول درس، درس الدوال الحقيقيه. تعالوا نشوف مع بعض درس الدوال الحقيقيه بيقول ايه. الدوال الحقيقيه طبعا بيقول لي امتى اعرف ان العلاقه دي داله. ركز معايا عشان مهم جدا الدرس دوت وهنشتغل عليه كتير. بيقول لي امتى اعرف ان العلاقه دي بقول عليها داله او ليست داله. بص، عندي اول حاجه عندي العلاقات الجبريه والعلاقات البيانيه. العلاقه الجبريه بالراحه كده واحده واحده. انا بشوف صاد، لو صاد دي الاس بتاعها اللي فوق فردي يبقى دي داله. طيب لو صاد دي الاس بتاعها اللي فوق زوجي يبقى دي ليست داله. يبقى صاد الاس بتاعها اللي فوق فردي يبقى ليست، يبقى داله، ولكن لو الاس بتاعها زوجي يبقى ليست داله بكل ملخص. هيجي لي سؤال عليها في الامتحان ان شاء الله. هبص على صاد اشوف الاس بتاعها فردي يعني 1 3 5 7 9 او زوجي 2 4 6 8 10. لو الاس بتاعها فردي يبقى دي طبعا على طول بقول عليها داله، لو الاس بتاعها زوجي بقول ليست داله. طيب الرسم البياني بقى، تعال نبص مع بعض على الرسم البياني. بعمل ايه في الرسم؟ الرسم عندي بعمل حاجه اسمها اختبار خط راسي. اختبار خط راسي بالطول كده. اي رسمه عندي موجوده بعمل لها اختبار خط راسي. لو قطع المنحنى في نقطه واحده بنقول عليها داله، لو قطع المنحنى في نقطتين بنقول عليها ليست داله. يبقى امتى اقول على دي داله او لا؟ لو جبريه الاس بتاع صاد فردي بقول عليها داله، لو الاس بتاعها زوجي بقول عليها ليست داله. طيب الرسم البياني بعمل اختبار خط راسي. اختبار خط راسي، ركز في الاختبار. لو اختبار الخط الراسي بتاعي قطع الرسمه في نقطه يبقى بقول عليها داله، في نقطتين يبقى ليست داله. طيب تاني جزء في الدرس الاول كنا بنتكلم على المجال. تعال نبص ونتكلم مع بعض على المجال ونقول المجال بتاعنا بيتكلم على ايه. بص معايا بقى، لا نقرب لكم كده عشان نبقى واخدين بالنا من كل نقطه. طيب المجال ده اولا هو قيم س، هو قيم س او بجيبه من على قيم س. عندي 3 انواع من الدوال، داله كثيره الحدود والداله الكسريه والداله الجذريه. الداله كثيره الحدود دي ولا هي كسريه يعني بسط ومقام، ولا هي جذريه يعني فيها جذر. طيب مجالها بيساوي ايه يا شباب؟ وطبعا اتكلمنا فيه طول السنه عن الكلام دوت. مجالها بيساوي ح، المجال بتاعها بيساوي ح. انما الداله الكسريه قلنا بيبقى فيه بسط ومقام. طبعا بقول المجال بتاعها بيساوي ح فرق اصفار المقام، يعني باخد المقام اساويه بالصفر واطلع القيم اللي طلعت عندي واقول ح فرق اصفار المقام. طيب الداله الجذريه بقى عندي فيها نوعين مهمين نشوفهم مع بعض النهارده. اول نوع لو الاس بتاعها زوجي، لو الاس بتاعها زوجي وجايه في البسط يبقى ما تحت الجذر اكبر من او يساوي الصفر. طيب لو الاس بتاعها فردي زوجي قصدي برضو وجاي في المقام يبقى ما تحت الجذر اكبر من بس الصفر. يبقى امتى اقول اكبر من او يساوي؟ لما يكون في البسط. امتى اقول اكبر من؟ لما يكون في المقام. طيب لو الاس بتاعها فردي وفي البسط، اس بتاعها فردي وفي البسط يبقى مجالها بيساوي ح زي داله كثيره الحدود. طيب لو الاس بتاعها برضه فردي وفي المقام يبقى ح فرق اصفار المقام زي الداله الكسريه بالظبط. تمام كده؟ طيب ده كان بيقول اول درس عندي موجود في المنهج. عندي تريكات مهمه بقى خلي بالك منها. بيقول لي اذا كانت دال ح بالموجب، يعني جميع الاعداد الحقيقيه الموجبه فح د س بتساوي 5 س تربيع ناقص 3 يبقى المجال بتاعها ح بالموجب بس. لو معطى مجال نلتزم باللي جايبه لنا، لو هو مديني مجال هنلتزم، مش مديني بقول عليه ح بالموجب. عندي حاجه اسمها مجموع مربعين. قلنا اي س تربيع زائد اي عدد في الدنيا مجالها بيساوي ح لوحدها بقى. جت في الكسر، جت في الجذر، جت في الشارع، بنقول مجالها بيساوي ايه؟ ح. ايه هي اللي مجالها بيساوي ح؟ مجموع المربعين. ايه هو مجموع المربعين؟ اللي هي س تربيع زائد اي عدد في الدنيا. طيب مديني امثله
س تربيع زائد 9 اهي، س تربيع زائد اي عدد مجالها بيساوي ح. الجذر س تربيع زائد 9 برضه جت في الجذر يبقى مجالها بيساوي ح. جت في الكسر الكسريه يبقى مجالها بيساوي ح. كسريه وجذريه في نفس الوقت برضه مجالها بيساوي ح. ده المجال بتاعنا واتكلمنا عليه بالتفصيل في الشرح وهنحل عليه مسائل كتير. النوع الثاني، طيب بنقول ازاي اجيب المجال، عرفناه، والمدى والاضطراد. طيب الاضطراد والمجال والمدى، المجال ده بجيبه من على محور السينات، بجيبه على محور الايه؟ السينات، وطبعا بنطق من الشمال لليمين، بنطق من الشمال لليمين. طيب انما الاضطراد بتاعي برضه بجيبه من على محور السينات وببدا من الشمال لليمين. لو الرسمه بصل فوق يبقى تزايديه، بصل تحت يبقى تناقصيه، او طالعه تبقى تزايديه، نازله تبقى تناقصيه. المدى بقى بتاعي بجيبه من على محور الصادات وبنطق من تحت لايه؟ لفوق. الاحداثي بتاعي س وصاد، يا اما منطق من الشمال لليمين يا اما من تحت لايه؟ لفوق. خلي بالك منها. وده كان ملخص اول قوانين اول درس، وان شاء الله مفيش تريكات تعدينا فيه. الدرس الثاني على علمي فقط، العمليات على الدوائر. عندي العمليات دي 4 عمليات: جمع، طرح، ضرب، قسمة. جمع، طرح، ضرب، قسمة. قبل ما نقول اي حاجه فيها، عشان اشتغل في درس العمليات على الدوال لازم أنا اكون عارف حاجه مهمه جدا جدا جدا. ايه هي يا شباب؟ بحل المساله في 3 خطوات. بجيب حاجه اسمها المجال المشترك. يعني ايه مجال المشترك؟ يعني انا عندي دلوقتي جمع او طرح او ضرب يبقى عندي دالتين، بجيب مجال الاولانيه ومجال الثانيه واشوف التقاطع ما بينهم، اتقاطعوا مع بعض فين. يبقى بجيب المجال المشترك، بعد كده بعمل العمليه بتاعتي اذا كانت جمع او طرح او ضرب، وبعد كده بجيب حاجه اسمها تعويض لو طالب مني تعويض طبعا في الاسئله المقالي، ولازم وانا بعوض الرقم اللي انا بعوض فيه يكون جوه المجال المشترك. طيب تعال نشوف مع بعض عشان ما نطولش عليك وقتك. طبعا احنا عارفين ان الجمع والطرح والضرب زي بعض، مجالهم واحد، مجال المشترك. انما القسمه بجيب حاجه اسمها المجال المشترك بس فرق اصفار المقام. فرق اصفار الايه؟ المقام. لان قسمه انا بقسم رقم على رقم يبقى اصبح عندي بسط ومقام، يبقى دي داله كسريه كنت بقول مجالها بيساوي ح فرق اصفار المقام. فانا جبت المجال المشترك يبقى اشيل منه اصفار الايه؟ المقام. طيب تعال نشوف بقيه الملحوظات مع بعض. بيقول لي ايه؟ عندي ملحوظات هامه. طيب خلي بالك منها عشان تكتبها معايا عشان مش مكتوبه في الورق. طبعا في وصف الفيديو هيبقى PDF موجود في الورقتين اللي احنا هنشرحهم النهارده ملخص القوانين. كلمه ح بالموجب يعني من صفر لحد ما لا نهايه، من صفر لحد ما لا نهايه بالموجب. ح بالسالب يعني من سالب ما لا نهايه لحد صفر. هتقول لي ليه يا مستر انت فاتح الصفر ان فتره مفتوحه؟ عشان مش عايزه معايا. يبقى ح على خط الاعداد. بص معايا كده، خط الاعداد اهو كله، هو كله عباره عن ح، وهنا الصفر. الجزء ده كده بس ح بالموجب، الجزء ده كده بس ح بالايه؟ بالسالب. فهنا كل الاعداد الموجبه يبقى من صفر لحد ما لا نهايه، السالبه يبقى من سالب ما لا نهايه لحد الايه؟ الصفر. طيب بيقول لي بعد كده نقطه مهمه، ح تقاطع، ح تقاطع اي فتره هيدينا نفس الفتره. تمام كده يا شباب؟ خلي بالك منها. وطبعا بيكلمني برضو عن الجمع والطرح والضرب والقسمه، وهنشوف مع بعض في المسائل وهنعوض مع بعض. تعال نشوف خواص الداله. الدرس الثالث علمي وادبي طبعا. عندي خواص الداله دلوقتي هنتكلم على الزوجيه والفرديه. الناس بتوع العلم يستنوني دقيقه واحده اقول لهم الاحاديه، ولكن بنتكلم عن الداله الزوجيه والداله الفرديه. لما اجي احل جبريا بشيل كل داله س واحط مكانها سالب س. طيب هنا لو طلع عندي داله سالب س بتساوي داله س يبقى دي الداله الزوجيه. هنا لو طلع عندي داله سالب س بتساوي سالب داله السين يبقى دي داله فرديه. طلعت عندي غير كده يبقى طبعا ليست وايه؟ وليست. طيب ركز معايا عشان في اسئله مهمه هنحلها بمجرد النظر، عايزك تتعود عليها نوع الداله زوجيه او فرديه. اول حاجه عندي د س، لو س اس اي عدد زوجي، الاس بتاع عدد زوجي يبقى دي داله زوجيه. الجتا في الدوال المثلثيه يبقى داله زوجيه. المقياس زوجيه. د س بتساوي عدد زوجي. يبقى في 4 حالات للداله الزوجيه. واحد، الحاله الاولانيه ان س تكون الاس بتاعها زوجي، دي نوع الداله فيها زوجيه. طيب داله المقياس داله زوجيه. الداله الثابته اللي هو د س بتساوي اي عدد داله زوجيه. عندي الجتا في الدوال المثلثيه، انا عندي الجا والجتا والظا. الجتا بس هي اللي ايه؟ زوجيه عشان بتبلع السالب، بتبلع الايه؟ السالب. وطبعا عشان اقول من رسم البيان الزوجيه لازم أن يكون في تماثل حول محور الصادات، تماثل حول محور الايه؟ الصادات. طيب تعال نشوف مع بعض اللي بعده. الداله لو فرديه. الداله لو ايه يا شباب؟ فرديه. ايه هي انواع الداله الفرديه؟ لازم س تكون الاس بتاعها فردي. الاس بتاعها ايه يا شباب؟ فردي. والجاء والظا فرديه.
يبقى انا دلوقتي الفردي عندي 3 انواع بس. الدوله المثلثيه فيهم دالتين اللي هي الجا والظا، لان هي بتطرد السالب بره. هنشوفها في الحل وقلنا ده في الشرح طبعا. الناس اللي هي ضايعه خالص القوانين بالنسبه لها تبقى تقيله شويه لحد ما نحل. يبقى الجا والظا فرديه، وعندي كمان س اس، اي اس فردي هتبقى فرديه، و90% من الدوال الفرديه طبعا هي احاديه، خلي بالك منهم. بعد كده بنقول الداله الفرديه في التماثل بتكون متواصله حول نقطه الاصل. انا حول نقطه الاصل، يعني الربع الاول مع الربع الثالث، او الربع الثاني مع الربع الرابع. خلي بالك منها شويه برضو. وتعالى نخش على الصفحه الثانيه بتاعتي. بتقول ايه؟ ركز معايا بالله عليك، القوانين دي مهمه جدا تحطهم قدامك وانت بتحل الاول. طيب عندي شويه تريكات بسيطه كده. بيقول لي لو معاك داله فرديه هتستنتج منها ايه؟ ركز معايا. متماثله حول نقطه الاصل، والالف والب هيدينا سالب الف وسالب ب، يعني النقط بتاعتي تبقى بالسالب، وبتطرد طبعا السالب بره القوس، بنطرد السالب بره القوس. عندي ملحوظه مهمه برضو جامده جدا، بص ركز فيها كده. بيقول لي مجال الداله الزوجيه او الفرديه، مجال الداله او الزوجيه او الفرديه فتره متماثله، البدايه بتاعتها بتساوي سالب النهايه، البدايه بتساوي سالب النهايه. ولكن عشان اقول ان الفتره دي الداله بتاعتها زوجيه او فرديه، لازم ان الفتره تكون مفتوحه يا اما مقفوله، يا اما تكون مغلقه يا اما تكون مفتوحه. خلي بالك عشان اقول في تماثل. والنقطه بتاعتي لازم أن تكون مثلا من السالب للموجب، يعني 4 سالب 4 و4 سالب 3 و3. هنشوفها في المسائل ما تستعجلش. طيب عندي نقطه مهمه جدا برضو عايز اتكلم عليها، تعال نقولها. فاكر لما كنا بنقول موجب في موجب بموجب، بنقول موجب في سالب بسالب، سالب في موجب بسالب، وعندي سالب في سالب بموجب. انا عايزك تعامل الداله الزوجيه والفرديه نفس الكلام. يعني هنقول زوجيه، بص معايا الحته اللي جايه دي، هنقول الداله الزوجيه زائد او ناقص الداله الزوجيه هتدينا داله زوجيه. ثانيه واحده، دول كده ازاي احل المسائل بتاعتي من غير اي خطوه. ركز فيهم بالله عليك عشان انا هحل كده في حصه الحل. لو داله زوجيه وداله زوجيه وما بينهم موجب او سالب، يعني جمع او طرح، هيدونا داله زوجيه. لو فرديه وفرديه بينهم موجب وسالب هيدونا داله فرديه. لو زوجيه وفرديه ما بينهم موجب وسالب هيدونا ليست وليست. ابوس ايدك ركز فيهم. زوجيه في زوجيه يديني زوجيه، فرديه في فرديه يديني زوجيه، لان سالب في سالب بموجب. زوجيه في فرديه او العكس هيدوني زوجيه، يعني زوجيه في فرديه هيدوني فرديه، انا اسف هيدوني فرديه، دي مكتوبه برضو غلط. هيدوني ايه يا شباب؟ فرديه. خلي بالك منهم عشان مهمين جدا جدا جدا. تمام كده؟ طيب فتره التماثل اللي احنا كنا بنتكلم عليها موجوده اهي. طبعا سالب 5 و5، طبعا ما ينفعش اقول عن الداله دي اي حاجه. ليه بقى؟ لان الداله دي هنا دي مفتوحه ودي مقفوله، يبقى هنا ليست زوجيه وليست فرديه. طيب تعال نشوف اللي بعده. طلاب العلم فقط، الداله الاحاديه، داله الالف بتساوي داله الب. طيب تعال نشوف مع بعض، يعني الالف بتساوي الب. بيقول لي جبريا سهله جدا مفيش فيها اي مشكله. كنا بنقول الالف بيساوي الب يبقى دي داله احاديه، الالف لا يساوي الب يبقى دي ليست احاديه. ومن البيان طبعا بنعمل حاجه اسمها اختبار خط افقي مش راسي، افقي كده اهو بالعرض. تمام كده؟ طيب اي داله زوجيه طبعا ليست احاديه، واي داله فرديه قد تكون احاديه ام لا، يعني معظم الدوال الفرديه بتبقى احاديه بس مش كلها طبعا. واذا كانت الداله في تزايد مستمر او تناقض مستمر بتكون احاديه. ليه؟ لان الاختبار الخط الافقي بيقطع نقطه واحده. تعال نشوف مع تاني مع بعض. هنخش مع بعض على التمثيل البياني، درس رابع. كان بيتكلم عن ايه التمثيل البياني عشان مهم جدا جدا جدا، انواع الدوال كلها وازاي ارسمها وازاي اطلع عليها المجال والمدى والاضطراد والنوع وهكذا. الداله الثابته اللي هي داله س بتساوي اي عدد، ركز فيها بالله عليك بقى. تعالى كده استناني كده اظبط لك بس عشان نمشي داله داله ونبقى باصين عليها. اول حاجه عندي الداله الثابته بيقول لي د س بتساوي اي عدد، د س بتساوي اي عدد. طيب بالراحه كده واحده واحده وركز معايا بعد اذنك. د س بتساوي اي عدد، المدى بتاعها هنا بيكون نفس العدد اللي موجود، والمجال بيساوي ح، وغالبا بتكون داله زوجيه يعني ليست احاديه وثابته على مجالها. طيب اللي بعده، تعال نشوف اللي بعده. بيقول لي الداله الخطيه، ركز معايا في الداله الخطيه عشان مهمه جدا. الداله الخطيه دي بيبقى د س بتساوي س بس، او س اس زائد اي رقم.
بس الاس بتاع السين لازم أن يكون واحد ما يزيدش عن واحد. هنا الداله دي طبعا نفس رسمتها هنا بتكون متماثله حول محور السينات، وشرحنا ده بالتفصيل. احنا بنقول بس ملخص القوانين. الداله دي على طول طبعا بتبقى فرديه واحاديه وتزايديه على مجالها، تزايديه على مجالها او تناقصيه على مجالها لو هي سالب هنشوفها، وبتكون متواصله حول نقطه الاصل. انما الداله التربيعيه بيبقى فيها س تربيع، ودي منحنى يا اما باصص لفوق لو موجبه يا اما باصص لتحت لو سالب. طيب تعال نقول مع بعض بقى. بنقول الداله دي على طول بتبقى المدى بتاعها من صفر لحد ما لا نهايه، من صفر لحد ما لا نهايه او من سالب ما لا نهايه لحد الايه الصفر، والمجال بتاعها بيساوي ح. انما بتكون عندي فيها فترتين، تعال نبص مع بعض كده. تزايديه، ثانيه واحده، بتكون عندي عباره عن تناقصيه من سالب ما لا نهايه، من سالب ما لا نهايه لحد صفر، ومن صفر لحد ما لا نهايه. وخلي بالك اي نقطه هتلاقيها في الورقه عندك فاضيه بيبقى ما لا نهايه وسالب ما لا نهايه. بتكون تزايديه وايه وتناقصيه، وهنشوف كل اشكالهم في الحل ان شاء الله دلوقتي. الداله اللي بعدها الداله التكعيبيه. الداله الايه التكعيبيه بتبقى دايما الربع الاول مع الربع الثالث او الثاني مع الرابع. المدى بتاعها بيبقى على طول ح، والمجال بتاعها على طول ايه ح، وبتكون طبعا فرديه واحاديه ودايما تزايديه على مجالها او تناقصيه برضو على مجالها حسب الرسم بتاعتي فيها ايه. الداله اللي بعدها رقم 5 وقبل الاخيره اسمها داله القيمه المطلقه، اللي هي داله المقياس، اللي هي داله الايه المقياس. طبعا مجالها على طول بيساوي ح، والمدى بتاعها من صفر لحد ما لا نهايه، ودايما بتبقى زوجيه لانها هي زي الداله التربيعيه، يا اما باصه لفوق يا اما باصه لتحت. بس هنا مش منحنى، هنا خط مستقيم، يا اما الاثنين باصين لفوق يا اما باصين لتحت. لو موجبه طبعا باصه لفوق، لو سالبه باصه لتحت. وبرضه تناقصيه من سالب ما لا نهايه لحد صفر، وتزايديه من صفر لحد ما لا نهايه. اخر حاجه الداله الكسريه اللي هي اس. بنقول المدى بتاعها ح فرق الصفر، والمجال بتاعها ح فرق الايه الصفر، وهنشوفها بالتفصيل. ليه؟ لانها بتترسم زي ما انت شايف كده، الربع الاول برضو مع الثالث او الثاني مع الرابع، ونفس الكلام برضو تزايديه وايه وتناقصيه، وهنشوفها مع بعض وهنحل عليها كتير النهارده. تعال نشوف اللي بعده. عندي حاجه اسمها التحويلات الهندسيه، وطبعا التحويلات دي اتكلمنا عليها كتير جدا جدا جدا. تعال نبص مع بعض على التحويلات الهندسيه. ايه هي التحويلات الهندسيه معايا؟ بيقول لي سواء بيساوي مقياس، بيساوي الايه المقياس، او سالب المقياس. لو المقياس عندي هعمله موجب باصص لفوق، يبقى سالب المقياس باصص لايه لتحت. بحولها وارد تبقى باصه لفوق وارد تبقى باصه لتحت، ومعظم المسائل عندي فيها ايه تحويل. س تكعيب لو بالموجب كانت طبعا الربع الاول والربع الايه الثالث، ولو بالسالب هتبقى الثاني والايه والرابع. وتعالى نشوف اللي بعده. بيقول لي ايه؟ الداله التربيعيه منحنى باصص لفوق او باصص لتحت، لو موجبه يبقى باصص لفوق، لو سالبه يبقى باصص لتحت. طيب الداله الكسريه لو موجبه يبقى الربع الاول مع الربع الثالث، لو سالبه الربع الثاني مع الربع الايه الرابع. ودي طبعا التحويلات بتاعتنا نشوفها مع بعض دلوقتي. نقطه راس المنحنى طبعا بتبقى عباره عن س وصاد. بص الحته دي بقى كده زي ما كنت بشرحها لك كده بالفلاحي خالص، بقول لك غير اللي جوه وسيب اللي بره، غير اللي جوه وسيب الايه اللي بره، عشان لما تشوف فيديوهات الشرح ما تستغربش. بغير اللي جوه وبسيب اللي بره، وهنشوفها يعني ايه بالتفصيل. بقى كده بيكلمني عن الداله التربيعيه. الداله الايه التربيعيه طبعا بيطلع منها نقطه راس المنحنى بتاعي، وكانت سهله وبسيطه. وعندي الازاحات طبعا بتاعتي هتكلم عليها بالتفصيل. بالمناسبه الازاحات بتاعتي لما باجي اقول الازاحه، يعني ايه ازاحه؟ يعني الرسمه بتاعتي بتتحرك في محور السينات او محور الصادات. تعال نبص مع بعض كده بقى. لو عندي ازاحه موجبه بقول واو س بالموجب، لو في اتجاه محور السينات يعني ازاحه افقيه، يبقى الازاحه افقيه، افقيه عشان ده بيبقى افقي محور السينات، كده راسيه محور الصادات. لو الازاحه افقيه بتبقى موجبه في اتجاه واو س، طب وسالبه واو س شرط. انما لو ازاحه راسيه تبقى موجبه في اتجاه واو ص وسالبه في اتجاه واو ص شرطه. خلي بالك منها عشان مهمه جدا جدا. طب ندي مثال بسيط. نقطه راس المنحنى هنا سالب 2 و1، سالب 2 وايه و1. دي عندي فيها ازاحه افقيه وازاحه راسيه. ازاحه افقيه اللي هي بتاع السين، بس اتجاه واو س ايه شرطه. ليه؟ لان هي بالسالب. طب وهنا كام وحده في صاد؟ وحده واحده اتجاه واو صاد بالموجب. ونفس الكلام زيها تحت برضو، خلي بالك منها عشان مهمه جدا. طيب بعد كده ثانيه واحده.
تعالى للتكات الجميله دي. بص معايا بقى، بيقول لي لو الداله اللي معاك هي س تربيع زائد 4 س زائد 1 هجيب نقطه راس المنحنى من خلال س وص، من خلال س وايه وص. طبعا كنا بنجيب س وص سالب ب على 2 ا وداله سالب ب على 2 ا. نقطه راس المنحنى خلي بالك منها، معلش هانت اهي، خلي بالك منها. كنا بنقول عليها ايه بقى؟ بنقول سالب ب على 2 ا وداله سالب ب على 2 ا. يعني ايه داله سالب ب على 2 ا؟ يعني الرقم اللي هيطلع ده اخد اعوض بيه في الداله اللي موجوده عندي فوق، وبطلع نقطه راس المنحنى سالب 2 وسالب 3. انما الداله الكسريه لما كنت بطلع منها نقطه راس المنحنى بجيبها ازاي؟ وركز معايا بقى عشان اطلع كل نقطه عشان عليها اسئله كتير في المراجعه. بعكس اللي تحت وباخد اللي فوق، يعني الالف ده هاخد سالب الف وب. في اي مشكله؟ طيب ومجالها على طول ح فرق السين وح فرق الايه؟ الصاد. يعني لو نقطه عندي هنا مثلا 5 و1 يبقى ح فرق الخمسه لو المجال والمدى ح فرق الايه؟ الواحد. طيب دي في مسائل الاخطر طبعا موجوده كتير جدا جدا جدا، ركز معايا فيها بالله عليك. مسائل امتحان من الاخر طبعا دي في الدوال الكسريه، ركز فيها بالله عليك بقى عشان مهمه جدا. بيقول لي ايه؟ بيقول لي كسريه قياسيه وكسريه يمكن اختصارها وعندي كسريه لا يمكن اختصارها. يعني ايه؟ دي كسريه قياسيه اللي هو بسط المقام عادي وجنبها حد مطلق، بعكس بص معايا تاني نعملها، بعكس اللي تحت وباخد اللي بره زي ما هو، واقول المجال ح فرق السين والمدى ح فرق الايه؟ الصاد. انما اللي يمكن اختصارها دي طبعا هختصر دي مع بعض، هاخد مره السين مع السين والسين مع الواحد، خدت السين مع السين هتدينا واحد والواحد مع السين زي ما هي، وهظبطها عندي عشان تطلع نقطه راس المنحنى صفر وواحد، وبنشتغل عليها بنفس الايه؟ الطريقه ح فرق السين وح فرق الايه؟ الصاد. هنا طبعا لا يمكن اختصارها بنزود لها نفس شغل الداله وكنا بنتكلم عنها بكل التفاصيل في الشرح، وهنشوف بقيه الاسئله. بيقول لي عندي ملحوظه، جذر مع مربع كامل بيديني مقياس. يعني لو الجذر تحتيه س تربيع هيديني ايه؟ مقياس. مثال بسيط اهو، اخد جذر الاول وجذر الثاني واخد اشاره الاوسط، يعني جذر الس تربيع س وجذر 16 4 واخد اشاره الايه؟ الاوسط. خلي بالك من الاختصارات البسيطه دي واقراها براحه، طبعا انا مستعجل عليها عشان ما اصدعكش، وفي نفس الوقت نبدا نشتغل عليها في الحل بتاع المراجعه. الحالات دي بقى عندي داله تربيعيه داخل المقياس، وعندي داله تكعيبيه داخل المقياس، وعندي داله كسريه داخل المقياس. تعال نشوف مع بعض. بيقول لي ايه؟ ارسم الداله اعكسها لاعلى او اعكسها لاسفل. لو قدام المقياس موجب بعكسها لاعلى، لو قدام المقياس سالب بعكسها لاسفل. ما تديني مثال كده. طيب تعالى معايا، ده مثال اهو. تعال نشوف الانعكاس ده زي ايه مثلا. بيقول لي س تربيع ناقص 2، طبعا دي نقطه اصل المنحنى بتاعتها اللي جوه، طبعا جنب السين مفيش حاجه يبقى صفر وسالب 2. انعكاس لاعلى يعني الرسمه بتاعتي حتى لو انا اعملها لاسفل بلغي الجزء اللي تحت ده يا شباب وبعمله انعكاس لاعلى، هو من عند السالب 2 هيبقى عند الاثنين، مهمه جدا صدقني. وهنا مثال داله تكعيبيه مع المقياس طبعا بتبقى الاول والايه؟ ركز، الاول والثالث، الاول والايه؟ والثالث. لا هنا الاول انا مش عايزه، هعملها تحت قصادها وهيبقى حاجه اسمها انعكاس، وخلي بالك منه بالله عليك. تمام كده؟ طيب عندي هنا برضو اعمل لك شويه ملخصات عن حالات المقياس مهمه جدا جدا هتقابلك. لو المقياس بيساوي عدد موجب يبقى ما بداخل المقياس بيساوي موجب او سالب العدد. مهم جدا الجدول ده، استناني بقى كده، مهم جدا الجدول ده، مهم جدا. بيقول لي ايه؟ لو المقياس بيدينا عدد موجب بيساوي عدد موجب يبقى ما بداخل المقياس بيبقى موجب او سالب العدد. يبقى المقياس بيساوي عدد سالب يبقى مجموعه الحل بتاعتي بتساوي ايه؟ فاي. يعني هودي دي مثلا الاثنين بعكس الاشاره يبقى س ناقص 4 بيساوي سالب 2، يبقى هنا الاجابه عندي فاي. طيب المقياس بيساوي مقياس ما بيبقاش عندي شرط فيه طبعا، بربع الطرفين وبكمل، وعندي مقياس بيساوي اي حاجه ثانيه طبعا بعملها مره اكبر من ومره اقل من، وهنشوفها بالتفصيل دلوقتي في بقيه المسائل بتاعتنا. طيب متباينات القيمه المطلقه يا شباب، متباينات القيمه المطلقه دي اخر ملحوظه عندي وهنبص عليها وهنبدا نشتغل. بيقول لي ايه؟ مقياس السين اقل من الالف، اقل من الايه؟ الالف، وهنا مقياس السين اكبر من او يساوي الالف. بص معايا بقى، بيقول لي هنا قرر المساله من غير مقياس وقرر العلامه الناحيه الاخرى وقرر العدد بعكس الاشاره. انت طبعا زي ما انت واخد حتى لو بتشوف الفيديو مع مدرس تاني بيشرح بطريقه تانيه مفيش اي مشكله، احنا مش بنشرح برضه، احنا بنوضح لك القوانين. تعال نقول مع بعض.
هنا س لو اقل من او يساوي، اقل من او يساوي، مره باخد س قبليها سالب الالف وقبليها الالف، يعني هنا لو 5 هقول سالب 5 وموجب 5. في اي مشكله؟ ومجموعه الحل طبعا هتبقى الفتره المقفوله من ده لحد ده. في اي مشكله؟ طيب لو هنا اكبر من او يساوي، مره باخد س اكبر من الالف ومره اقل من السالب الف. مجموعه الحل هنا بتبقى ح، فرق النقطتين عندي مفتوحين. خلي بالك من التركايه دي. عندي نقطه مهمه جدا جدا جدا، تركات مهمه جدا، معلش يا ايه. مقياس اقل من الصفر طبعا بيديني فاي، لان اقل من الصفر يعني عدد سالب. طب اقل منها او يساوي الصفر، هيساوي صفر، لان ممكن يساوي الصفر، لكن اقل من بس فاي، اقل منها او يساوي الصفر يبقى ممكن صفر. مقياس اكبر من الصفر يبقى ح، مجالها بيساوي ح. مقياس اقل من سالب واحد يبقى في السالب يبقى فاي. طب مقياس اكبر من سالب واحد يبقى ح، لان اكبر من سالب واحد برضه هياخد كل الاعداد الايه؟ الموجبه. في اي مشكله؟ طيب ودي طبعا امثله مهمه جدا جدا كانت عليها، وهنقولها مع بعض في الشرح. في اي مشكله يا شباب؟ طيب كده خلصنا. هيبقى في ان شاء الله فيديو كمان في حصه ممتعه عن الوحده الثانيه، جبر في اقرب وقت ممكن. اشوفكم على خير.